المعيشة في أي بلد ليها إيجابيات وليها سلبيات. أنا هنتكلم بقى عن العيوب، أو هي مش عيوب، الحاجات اللي هي مش عجباني شخصيا، يعني هو ده رأيي الشخصي. في شوية حاجات كده في المعيشة في أندونيسيا يعني كنت أتمنى إنها تكون مش موجودة ولكنها موجودة. أول حاجة هي الشغل. يعني أغلب دول العالم بتسمح للأجنبي بكل سهولة، مجرد إن أنت دخلت الحدود بتشتغل أي حاجة. إنما أندونيسيا بسبب قوانين معينة الشغل فيها مش بالسهل. يعني هو مش مستحيل، هو متاح، ولكنه متاح لفئة معينة، أو بمعنى أصح لازم إن أنت تكون المهارات اللي عندك أو الخبرات اللي عندك، الشهادات اللي عندك أعلى من اللي موجودة في السوق الأندونيسي علشان تقدر إن أنت تلاقي وظيفة بسهولة. تاني حاجة، ودي برضو حاجة شخصية، المواصلات. الشعب الأندونيسي متعود إن هو يتحرك بالسكوتر في كل مكان. أنا واحد من الناس بحب إني أمشي، ما بحبش إن أركب مواصلات، يعني أنا اتعودت على كده. فهي بتبقى مشكلة بقى لو أنت مشيت، ما ينفعش طبعا إن أنت تبقى ماشي وماسك السكوتر جنبيك، ولما تمشي بقى وتروح مكان لازم إن هتاخد نفس المكان ماشي. إنما أنا كنت متعود في اسكندرية مثلا على سبيل المثال إن أنا أمشي، وقت مثلا ما أزهق ولا أتعب ممكن إن أنا آخد أتوبيس أو آخد تاكسي أو آخد أي حاجة. طبعا المواصلات دي مش موجودة في كل المدن، يعني هي موجودة في جاكرتا، موجودة في المدن الكبيرة فقط. إنما المدن الصغيرة أو باقي أندونيسيا فيها مواصلات، بس بقى إيه، زي أوبر بقى، لازم إن أنت تطلبها عن طريق أبليكيشن يعني. وفي حاجة كمان مش عاجباني، وهي الأكل العربي أنت وحظك، يعني حسب بقى المدينة اللي أنت قاعد فيها. لو المدينة اللي أنت قاعد فيها محل بيبيع منتجات عربية هتعرف إن أنت تلاقيها وتشتريها. لو مفيش هتضطر إن أنت تطلب أونلاين. ولكن بالرغم من ذلك مش جميع المنتجات العربية موجودة. طبعا في واحد ممكن يقول لي إن الأكل مش مهم، هو الأكل مش مهم، وممكن إن احنا ناكل أي حاجة، بس الكلام ده هيبقى معاك أول يوم، تاني يوم، أول شهر، تاني شهر، أول سنة، تاني سنة. إنما لما الوقت بيعدي ممكن إن أنت يا سيدي يهف على دماغك حاجة معينة، أنا عايز الأكلة دي، وارد يعني، وهو حق طبيعي للبشر. فممكن بقى إن احنا بنعرف نجيبها من مصر، ولكن الموضوع مش بيبقى بالسهولة اللي هي موجودة مثلا. ليه؟ طبعا المشكلة دي موجودة على فكرة في جميع دول جنوب شرق آسيا، لأن المطبخ بتاعهم مختلف تماما عن المطبخ بتاع الشرق الأوسط. فلأن هي منطقة جغرافية مختلفة تماما، فالأكل مختلف. بس بالرغم من كده الأكل الأندونيسي جميل جدا يعني، يعني مش هتموت من الجوع، ما تقلقش. النقطة الأخيرة، وأعتقد إن يعني ناس كتير ممكن يعترضوا على الحتة دي، اللي هي المواعيد. الأندونيسيين بيحبوا إن هم يصحوا الصبح بدري ويناموا بدري. أنا على العكس تماما، أنا بحب إن يعني أنا بكون أكتف بالليل أكتر. فإن أنت تعوز تشتري حاجة بالليل، أو إن أنت تخرج بالليل، أو النايت لايف بمعنى أصح، مش موجودة في كل الأماكن. هي موجودة بس مش في كل الأماكن. إن أنت مثلا تطلع تقعد على القهوة الساعة 2 بالليل، دي مش لازم بقى إن أنت تلاقي قهوة معينة في حي معين معروف إن هي مثلا إيه، إن الكافيتيريا دي بتفتح 24 ساعة. إنما غير مصر، مثلا في مصر جميع القهاوي بتبقى فاتحة 24 ساعة على سبيل المثال. فحتة المواعيد دي بتلخبط شوية، بس الواحد بدأ يتعود يعني، برضو يعني إيه، بالأيام هيتعود. والصحيان بدري مش حاجة وحشة برضو في الآخر. ده كان فيديو قصير بس كده، لأن أنا اتطلب مني إن أنا أتكلم عن السلبيات، فحاولت أدور على السلبيات، ما لقيتش. اللي دول هم مش سلبيات زي ما أنا قلت، يعني هي البلد الحمد لله رب العالمين، يعني أنا شايف إن مميزاتها أكتر من عيوبها بكتير جدا. يعني لو قلت مثلا دي إن فيها عيوب، لا، هتلاقي إن المميزات أكتر، وإن المعيشة فيها أفضل من دول تانية كتير. فدي حاجات شخصية، يعني نقدر نسميها إن إيه، إن حاجات شخصية ما عجبتنيش. إنما ما نقدرش نقول إن هي عيوب عامة، لأن طبعا النقط اللي أنا ذكرتها ممكن واحد تاني بالنسبة له يقول لي إيه اللي أنت بتتكلم فيه ده. فأتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا بالفيديو. الناس اللي هي مشتركتش في القناة تشترك، وما تنسوش اللايك والشير، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.